السلام عليكم، أهلًا وسهلًا بيكم حبايبي عاملين إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد تحفة والطعم كان خرافة. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني جديد، كل جديد، ونقول بسم الله ويلا بينا. أول حاجة ابتدينا بيها كده هي الشعرية. تمام، حطينا معلقة سمنة ومعلقة زيت، وحاطة هنا الفراخ تتسلق منضفاها كويس، حطيت لها ورق لورا وحبهان وبصلة اللهم صل على النبي، توابل شوربة وتوابل فراخ وكده، يعني ظبطنا الأداء. تمام، ودخلنا على الشعرية تاني ونبدأ ان احنا نحمرها كده. خلاص كده، وكنا غاسلين الرز ومصفيين ونزلنا بيه على طول على الشعرية، وهنبدأ نقلب فيه. انا طبعا بتأسف على صوتي، بس شكلي داخلة على دور برد يعني. قلت في يا رب بينا. المهم ده قعدنا نقلب فيه كده، وبعد كده رجعنا تاني خلاص للفراخ، هي كده استوت. هزقي بقى الرز من شوربة الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا ازودها. احط لها بقى الملح والفلفل الاسود بتاع الرز يعني، واغطيه كده. خلاص الرز اتشرب اهو، اديله بس تقليبه وهوطي عليه واسيبه. خلاص، وفي حلة تانية بقى، دي كان كيس صلصة انا عاملاه في الفريزر. تمام، يعني مسبكاه بصل وكله كده تمام. تمام، بحطه بس كده لحد ما يفك، وهو عقبال ما يفك اصلا بيتقل وبيبقى حلو. خلاص هنزل عليه بقى بكوباية مية كده حلوة وشوب، وهقلبه واسيبها لحد ما تغلي. وهنعمل طبعا بامية، فهنسيبها بقى كده خلاص اتسبكت اهي. حطينا نص معلقة بابريكا، تمام، عشان تعزز اللون بس وتعزز الشكل بتاعها. خلاص وكده اهو بوريها لكم ان هي اتسبكت. وحطيت معلقتين صلصة طماطم اللي هي المعلبة دي، وحطيت البامية اللي انا مفرزاها في الفريزر، واديتها تقليبة حلوة كده محترمة. وهنزل عليها بقرن الفلفل الاحمر ده، عشان ايه؟ بامية يعني فلفل احمر او فلفل اخضر مش مهم. بجد ادعولي عشان انا حاسة نفسي ان انا بموت. كل حاجة عندي مقفولة. المهم عملنا كده خلاص، البامية حطينا لها واحدة ماجي، تمام، وحطينا لها فلفل اسود، هي كده خلاص استوت. وهنا بقى نعمل معجون الطماطم دوت عشان نحطه ندهن بيه الفراخ. تمام، حطينا الطماطم وبابريكا وماجي وملح وفلفل اسود ونسبة توابل فراخ. خلاص، وشوية زيت، يعني قد ربع معلقة نص معلقة كده. خلاص، وهنبدأ ان احنا نقلبه كويس اوي في بعضه لحد ما كل التوابل دي تدخل في بعضيها. وهنبدأ بقى ندهن بقى الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، وندخلها في الفرن. وكده ده يكون فيديو النهاردة بتاعنا خلص. عملنا معاكم الرز، وعملنا معاكم دي شوربة الفراخ، بصوا جميلة ازاي. وادي الرز مفلفل وتحفة. وادي البامية كان عندي حتتين لحمة حطيتهم فيها. وده كان طبق محشي من امبارح. تمام، وده كده شكل الاكل. والفراخ طبعا عشان كانت لسه طالعه من الفرن اهي. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واقدر اقول لكم مع السلامه. وادعوا لي كده ربنا يشفيني يا رب انا واولادي، لاني بجد تعبانين جدا. مع السلامه.